تصريحات المدرب بادو الزاكي قبل مواجهة تلميذه وليد الركراكي: بكل صراحة، لم أكن أتمنى أن أجد نفسي في هذا الموقف. أنا الذي كرست جزءاً كبيراً من حياتي للدفاع عن ألوان المغرب، وجدت نفسي اليوم في موقع المنافس لأسود الأطلس، وهذا يمنحني شعوراً خاصاً. سيظل المنتخب الوطني المغربي يحتفظ دائماً بمكانة خاصة في قلبي، لكنني اليوم منخرط في مغامرة جديدة، وأنا بكامل تركيزي مع فريقي الذي يستعد لخوض مباراة مهمة يوم 21 مارس. سنواجه منتخباً يضم لاعبين ينشطون في أعلى المستويات الدولية، ويتمتعون بخبرة وجودة عالية على جميع الأصعدة. لم نأتي لالتقاط الصور مع لاعبي المغرب، بل جئنا لتحقيق نتيجة جيدة. وقال أيضاً: الجميع يعلم الفوارق الموجودة لا في البنية التحتية ولا التركيبة البشرية. احنا ما جايينش باش ناخذوا صور تذكارية مع المنتخب المغربي، بل باش ندافعوا على حظوظنا. عندنا لاعبين يمتلكون عزيمة قوية للعب مباراة كبيرة أمام المغرب. يبدو أن الأستاذ بادو الزاكي استهان بالمنتخب المغربي محاولا هزم تلميذه النجيب وليد الركراكي. في نظرك من سيفوز على الآخر، الزاكي أم الركراكي؟